السلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله جميعا إخواني أخواتي حفظكم الله، المذهب الحق شيعة علي بن أبي طالب. حياكم الله إخواني السنة الموجودين في بثي، وحيا الله الشيخ وضيوفه الكرام، حياهم الله جميعا سنة وشيعة. الله يبارك فيكم جميعا، هدانا الله وإياكم إلى الطريق المستقيم، وهو يعني الطريق المستقيم علي بن أبي طالب والنبأ العظيم صلوات ربي عليه وروحي له الفداء. يا الله، بداية أيها الأعزاء الكرام، المناظرة في التوسل والتبرك. أنا سؤالي للشيخ أن يدون عنده، يعني المناظرة ستبدأ بسؤال، وهذا السؤال إخواني أعزائي للأمانة ينهي المناظرة. وأنا أقول مسبقا إخواني، هذا السؤال سيبقى الشيخ عاجز أمامه إلى نهاية المناظرة. سؤالي لك أيها الشيخ الحبيب، من أين آتيتم بتحريم التبرك والتوسل؟ هل يوجد آية في القرآن الكريم نهت عن التوسل؟ هل يوجد يا شيخ أن رواية حديث عن النبي نهى عن التوسل والتبرك؟ بل نعم، ذكر الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وابتغوا إليه الوسيلة. وأي وسيلة أفضل من محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم؟ بل هم أصل الوسيلة إلى الله عز وجل. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واستعينوا بالصبر والصلاة. الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة. أنتم تقولون الاستعانة بغير الله هو كفر، وهل الله عز وجل يعني يقول لنا استعينوا بالصبر، يعني يقول لنا يعني ندخل بالكفر؟ هذه كارثة وطامة كبرى شيخ. طيب نحن لو إخواني أعزائي رأينا أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عندهم أم المؤمنين تأمر بالتوسل بقبر النبي صلى الله عليه وآله. تتخيلوا أم المؤمنين عائشة تقول بالتوسل، بس ثواني صار عندي مشكلة هذه. طيب، في قبر النبي صلى الله عليه وآله. والآن إخواني أعزائي أحبابي طبعا سنخرج لكم الحديث بإذن الله على الشاشة. يا الله، بس ثواني. يا الله، هذا الحديث إخواني أحبائي على الشاشة أمامكم. تفضلوا، هذا الكتاب أمامكم، هداية الرواة إخواني أعزائي ابن حجر العسقلاني، هذا أمامكم. عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وآله واجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب. هذا الحديث هذا حديث صحيح. ابن حجر العسقلاني يقول هذا حديث صحيح، حديث حسن. شيخ، هل أنتم تفعلون كما أمرتكم أم المؤمنين عندكم عائشة أم لا؟ عائشة تقول وتؤمر الناس أن يتوسلوا إلى الله في شنو؟ في قبر النبي صلى الله عليه وآله. شيخنا العزيز، فأنا أريد منك الآن أيها الشيخ الحبيب المحترم أن تثبت لنا عدم وحرمة التوسل بمحمد وآل محمد بسند صحيح بدليل من القرآن. ما عندي أي مشكلة شيخنا الحبيب، فأرجو منك أن تثبت حرمة التوسل كما أنا أثبت يا شيخ أن التوسل هو مشروع وما فيه أي إشكال، بل هو مستحب كما قالت عائشة في أم كتبك: أمرت الناس أن يتوسلوا بقبر النبي. أيها الشيخ الحبيب، فأرجوك أن تجبني على السؤال وتقول لنا من أين أتيتم بحرمة التوسل. تفضل شيخنا. طيب، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
طبعا الشيخ ذكر آيات غريبة ملهاش علاقة بالموضوع خالص، ثم قال أين الدليل على أنكم تحرمون التوسل؟ من قال أن أهل السنة والجماعة يحرمون التوسل على الإطلاق؟ إنما نحرم. اكتب السؤال عندك بقى يلا عشان هنبتدي الشغل. اكتب عندك السؤال. سؤالي: من أجاز لكم أن تتوسلوا بالميتين؟ أما التوسل فالتوسل جائز عند أهل السنة والجماعة، منه مشروع ومنه ممنوع. التوسل الجائز عند أهل السنة والجماعة هو أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، أن تتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تتوسل إليه بالصلاة والصبر والحاجات اللي أنت جبتها دي. فإحنا ما عندناش التوسل حرام على الإطلاق. أنت عايز توهم المستمع الكريم أن التوسل عند أهل السنة والجماعة حرام. مين اللي قال كده؟ محدش قال كده. إنما نقول الحرام هو أنك تتوسل بميت. من أجاز لكم أن تتوسلون بالأموات؟ بس أما ردي على مسألة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، مش أنا اللي هرد، اللي هيرد السيد الطبطبائي عندك. قال قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، والاستعانة هي طلب العون، وإنما يتم فيما لا يقوى الإنسان عليه وحده من المهمات والنوازل، وإذ لا معين في الحقيقة إلا من؟ إلا الله. إلا الله، ما لكش القبر بقى ولا الميت ولا الكلام ده. إلا الله. المعين في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فالاتصال به بالانصراف إليه والإقبال عليه بنفسه، وهذا هو الصبر والصلاة، وهما أحسن سبب على ذلك. فالصبر يصغر كل عظيم نازلة، وبالإقبال على الله والالتجاء إليه تستيقظ روح الإيمان وتنتبه إن الإنسان متكن على ركن لا ينهدم. ده كلام مين؟ ده كلام السيد الطبطبائي. وسبب لا ينفصم. قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الضمير راجع إلى الصلاة، وأما ارجعي إلى الاستعانة لتضمن قوله استعينوا ذلك فينافيه ظاهرا قوله إلا على الخاشعين، فإن الخشوع لا يلائم الصبر كثير ملائمة. والفرق بين الخشوع والخضوع مع أنهم في كليهما معنى التذلل والانكسار، والخضوع لله سبحانه وتعالى. أنا لا أدري أين في دليلك واستدلالك واستعينوا بالصبر والصلاة أنه يجوز التوسل بالميتين؟ أين؟ إشكالنا كله معاكم ومع غيركم ممن يتوسلون بالقبور والميتين. من أين أتيتم بأنه يجوز التوسل بالميتين الصالحين؟ نحن نقول نتقرب إلى الله ونتوسل به بالأعمال الصالحة، بالصبر، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بصفات الله والتقرب إليه بأسماء وصفاته، وأن نتقرب إليه بطلب الدعاء من الصالح الحي، من الصالح الحي. أما حديث الكوى فحديث الكوى ضعيف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث ضعيف. ثواني هجيب لك. شوفوا يا اخوة، روى، شوفوا بيقول ايه، روى ابن الجوزاء أوس بن عبد الله قال انظروا، قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى أم المؤمنين فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعله منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا فمطرنا. قال رواه الدارمي وتحت باب ما أكرم الله تعالى نبيه بعد موته. قال الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال ثم ذكر الحديث والأثر ضعيف لا يصح. قال العلامة الألباني رحمه الله في كتاب التوسل وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاث. أولها أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، اللي حضرتك بتقول عليه الحافظ ابن حجر قال صدوق له أوهام. وقال الذهبي في الميزان قال يحيى بن سعيد ضعيف. وقال السعدي ليس بحجة يضاعفون حديثه. وقال النسائي وغيره ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل ليس فيه بأس كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. وثانيا أنه موقوف على أم المؤمنين وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم تكن فيه حجة لأنه
يحتمل ان يكون من قبيل الاراء الاجتهاديه لبعض الصحابه مما يخطئون فيه ويصيبون، ما عندناش كهنوت. فبالتالي عايزين من حضرتك ما توصل للمستمع ان اهل السنه بيحرموا التوسل على الاطلاق. حاضر بس ثواني هقول لك السؤال وخد وقتك. ما لا نحرم التوسل، انما نقول لكم سؤالي بتاع المناظره ده بس، مش عايز اي حاجه تانية. انا جاي هنا عشان ارد عليك وعلى الكلام اللي انت هتعرضه. اقول بس لك التزام بالوقت عزيزي، التزام بالوقت لو سمحت. من اين جئتم بانه يجوز التوسل بالميتين؟ اتفضل. نعم. طيب إخواني أخواتي، بداية الطامة الكبرى الآن والضربة الحيدرية الآن، الحديث الذي ضعفه خلينا نأتي بالتصحيحة. الظاهر الشيخ ما يعرف باقر الحسيني. منو باقر الحسيني؟ يمكن أنت ما تعرف منو باقر الحسيني، فأنا أعذرك شيخ، ما عندي إشكال. يلا تفضلوا إخوان. قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي فاجعلوا منه كوى. جيد، أنت قلت ضعيف صح؟ يلا تفضل. خلاصة حكم المحدث إخوان حسن كما قال في المقدمة الراوي أبو الجوزاء. جيد، المحدث ابن حجر، المصدر هداية الرواة. بم يا شيخ، حسن والحسن كالصحيح يا شيخ. فأنا أرجوك يا شيخ لا تضعف كما أنت تريد، فأتمنى منك عندما تضعف على الشاشة. قال لنا الله أحرجني من أجاز لكم التوسل بالميت. شيخ ما الفرق بين الميت والحي بالتوسل؟ أنا ما أعرف. يعني أنا سألتك أين حرمة التوسل من القرآن؟ أين حرمة التوسل؟ من أجاز لنا التوسل؟ أنا أقول لك الإمام السبكي قال عندك لا فرق بين الميت والحي. الإمام الألوسي قال لا فرق بين الحي والميت. المرداوي قال لا فرق بين الميت والحي. الهيثمي قال يستحب أن تأتي بميتك قبور الصالحين ليشفعوا له عند الله. هذه بعدني أنا والله يا شيخ سأخرج كل شيء على الشاشة، يعني سامحني يا شيخ، سامحني بالله عليك سامحني. الآن أنا أعطيك من كتبك شيخ الكريم الحبيب، من كتبك أين من أجاز لنا التوسل بالنبي إن كان ميت كما تقول بالأموات. جيد. ثانيا، من قال لك النبي ميت؟ من قال لك النبي ميت؟ من قال لك علي ميت؟ من قال لك الحسن ميت؟ من قال لك أنهم أموات؟ أنت مو قارئ القرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا. أكمل الآية. جيد، تفضلوا إخوان. هذا أمامكم كتاب منه سنن ابن ماجه. إخوان هذا سنن ابن ماجه. حدثنا أحمد بن منصور بن يسار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي فقال ادعو الله لي أن يعافيني. ركز يا شيخ. فقال إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال ادعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. هذا حديث صحيح. سؤالي لك، هل النبي قال له عند موتي يحرم أن تدعو بهذا الدعاء أم الدعاء على المطلق؟ النبي يعلم الضرير. هل قال له عند موتي يحرم الدعاء؟ بالله عليكم أنتم تحرمون من رأسكم. أولا اثبت أن النبي وآل النبي ميتين، هذا أولا. ولا تحسبن الذين قتلوا. ثانيا، شيخ العزيز الحبيب أتيتني بتفسير الطبري لغة، ليش ما أكملت تفسير أعتذر. أتيتني بتفسير الطبطبائي لغة، أنت ما تفرق بين التفاسير. هنا الطبطبائي يفسر لغة. أكمل قوله الثاني، أكمل قوله الثاني وترى ماذا يقول الطبطبائي. يخرج على الشاشة. شيخ العزيز سؤالي لك الآن بالله عليك، هل النبي لما علم الضرير الدعاء قال له بعد موتي
يحرم؟ هل الإمام السبكي أخطأ عندك؟ هل المرداوي أخطأ عندك؟ هل الإمام الألوسي أخطأ عندك؟ هل ابن حجر الهيثمي أخطأ؟ كلهم قالوا لا فرق بين الميت والحي. طبعا يا إخوان كله على الشاشة هذه البداية، وكله سأخرجه على الشاشة وأثبت لكم أيها الأحبة. حتى نبي الله عيسى يتوسل بمحمد صلى الله عليه وآله، حتى نبي الله عيسى يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. والحديث حديث الكوى أنت ضعفته وقلت لك هو صحيح وأتيت بالتصحيح. أتحداك من اليوم إلى يوم القيامة، شبيك شيخ، شبيك بالله عليك شبيك. فأرجوك يا شيخ أن تأتينا بحديث أو بآية أن التوسل بالأموات غير جائز. ما الفرق بين الميت والحي بالتوسل؟ بس أريد أفهم من قال لكم هذا القول شيء. لك أنا ألتزم بوقتي فرجاء أن تلتزم. نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طبعا الأستاذ باقر ما جاوبش على السؤال خالص، جايبني حديث الأعمى. النبي كان عايش يا حي يا حج، النبي كان حي يا أستاذ. الرجل راح للنبي وهو حي. التوسل بالميتين أين يجوز التوسل بالميتين؟ حضرتك الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعي لي، قال له ادعي لك، ماشي. فالراجل اللهم إني أتوجهك بالراجل اللي واقف ده أهو حي أهو يسمع، أتوسل إليك بهذا الرجل إنك تعمل لي كذا وكذا وكذا. حي مش ميت. أقول لك من أين أتيت بهذا بالحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ سؤالي لحضرتك أين يجوز التوسل بالنبي وهو بالصالحين الأموات؟ تمام؟ بتقول لي أين الدليل إن النبي ميت؟ أنت ما قرأتش قرآن طبعا، معروفة يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنك ميت وإنهم ميتون. استدلالك بقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، كمل الآية عشان نعرف هم أموات ولا أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عندنا عند ربهم يرزقون، مش يرزقون، يرزقون. بل أحياء عند ربهم، يعني هو أحياء عند ربهم. ايه الفرق ما بين الميت اللي في سبيل الله والميت العادي؟ ان هو ربنا سبحانه وتعالى احياه عنده ويرزقه، دي فضيله له. هل في هذه الايه دلاله على انه يجوز التوسل بالميتين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انت بمسمع من في القبور. هل استثنى الشهداء؟ لا، لم يستثني الشهداء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. لا يملكون. لو كان هذا الميت الصالح عرف ينفع نفسه كان نفعك. هؤلاء الذي ذكرتهم ما بين قتيل ومريض، لو كان عرف ينفع نفسه كان نفعك. شوفوا يا إخوة، هؤلاء تركوا كل سبل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به. أول آيات في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني إني معلمك كلمات منها إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. تمام؟ عندك أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الموتى قال فهم في جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبة. الكلام ده فين؟ في نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة الجزء الأول الصفحة 220 يقول فهم في جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبة. وقوله عليه السلام واصفا الموتى لا في حسنى يزيدون ولا من سيئة يستعتبون، برضه في نهج البلاغة. تمام؟ وهذا قالوا أيضا سبحانه وتعالى، شوف ربنا بيقول ايه؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوفوا يا إخوة عشان بس الكلام ينتهي، أقول لك أيها الأستاذ عندك سبل التوسل كثيرة جدا. شوفوا يا إخوة
ما اعتمد هذا وأمثاله إلا على الضعيف والموضوع والمتشابه، وتركوا المحكم من الآيات والأحاديث. جايب لي حديث الكوى وهو عارف إن إحنا مضاعفين ولا نأخذ به. وهل تأخذ أنت من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ لا تأخذ منها، وإنما تستدل به علي أنا. طيب أنا بقول لحضرتك إن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، فيه واحد ضعيف له أوهام. ابن حجر العسقلاني ذات نفسه هو اللي قال كده. فبالتالي أنا بقول لحضرتك اعطيني دليل قطع الدلالة على أنه يجوز التوسل بالميتين. ربنا بيقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. التوسل عبادة، والعبادة لا تصرف إلا للرب عز وجل. اعطينا دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بها. جايب لي حديث الأعمى، النبي كان عايش. سؤالي واضح يا شيخ باكر من غير لف ودوران. اعطينا دليل من كتاب الله على أنه يجوز التوسل بالميتين ولو كان صالحا. لو عرف ينفع نفسه كان نفعك. اتفضل. إخواني أخواتي، هذا دائما العاجز هكذا قلب السؤال علينا. قلت له أعطينا دليل ما الفرق بين الحي والميت من القرآن. ماذا قال؟ أعطينا دليل بالتوسل بالميت. الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، الآية مطلقة، انتهى التبيان. بوم. ثانيا شيخ الكريم، بس سؤالي لك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، قلت بل أحياء عند ربهم. أين ربهم؟ أين الله؟ عند ربهم. أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ طيب أنت ما قرأت القرآن شيخ؟ ماكو إشكال، نعلمكم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أما الآية الأولى شيخ العزيز الحبيب عند ربهم، أين الله؟ هذه كارثة. عندك أين الله؟ إن قلت بالسماء هذه مشكلة وطامة كبرى. عند ربهم يعني أين؟ هذه مشكلة وهذا مفهوم عظيم. طيب قال حديث الضرير، إخواني أعزائي، كان حي النبي. أنت افتهمت سؤالي؟ هل النبي قال للضرير أن هذا الدعاء يحرم بعد موتي؟ ما أجبتني. يعني النبي صلى الله عليه وآله يا شيخ قال للضرير أن الدعاء بهذا بعد موتي يحرم؟ ما أجبتنا. طيب إخواني شوفوا الطامة الكبرى الآن. يا الله، هذا أمامكم على الشاشة أيها الأحبة. هذا أي كتاب إخواني؟ تكبيس إخوان يرحمكم الله. هذا كتاب شنو يا شيخ؟ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد. جيد، تفضلوا إخوان. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب ويقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله أحد ثم لئن قام على قبري كان حي فقال يا محمد لأجيبنه. النبي ميت، النبي ميت. كيف عيسى يقول على قبر النبي يا محمد؟ يقول رسول الله لأجيبنه. قلت وهو في الصحيح باختصار، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. بوم يا شيخ أنت ما تعطينا ولا مصدر، أنت فقط للأمانة، يعني للأمانة بس كلام إنشائي بلا مصادر، حتى ما تعرف يعني هناك معنى. هذه مشكلة. طيب إخواني أعزائي، الآن نذهب إلى شنو أيها الأحبة؟ نذهب إلى شنو؟ نذهب أيها الأحبة الكرام التبرك بقبر ومنبر النبي. تفضلوا، هذا أمامكم. هذا شنو اسم الكتاب يا شيخ؟ سبل الهدى والرشاد. كتاب العلل والسؤالات لعبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي، رواية أبي علي الصوان قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي. منبر النبي شنو كان؟ بطون أم خشب أو شنو؟ بالله عليك
أو من الأحياء ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله عز وجل، فقال لا بأس. شنو؟ وروى الإمام أحمد بسند حسن، وأبو الحسن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله الخشني في أخبار المدينة عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، واضعا وجهه على القبر. وأيضا روي بسند جيد أن بلال رضي الله عنه لما قدم من الشام لزيارة النبي أتى القبر فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه. بلال يمرغ وجهه بقبر منه؟ بقبر النبي. تفضل. هذا في أم كتبك شيخ. أجبني على أسئلتي بالله عليك. من أين آتيتم بحرمة التوسل بالميت؟ ثانيا اثبت أن النبي وأهل بيته أموات بل هم أحياء، إن قلت عند ربهم أين الله؟ هذا أولا. والآية الثانية لا تنساها الشيخ بالله عليك. فأقبل جبينك أريد دليل. إيش بيك شيخ؟ أنت عاجز؟ ما أعرف، أرجوك لا تعجز.